حلفت قدام السيد رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر إن سلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت. الضربة الجوية الأولى ب 220 طيارة الساعة 2 الظهرية، عبرنا قناة السويس في صف واحد من 2 ل 2 و5، لأن قبل كده الصواريخ هتضربك وبعد كده الصواريخ هتضربك، لأن تم تقييد الصواريخ والمدفعية عشان نخش ونحقق الضربة الجوية اللي من أجلها قعدنا نعمل الافتتاحية بتاع حرب النصر بالقوات الجوية. بتبدأ الحرب بالافتتاحية وهي اللي بتبقى في الأول، وبتنتهي بصنع الله الجندي المشاة اللي بيخش يحتل الأرض وياخد الأرض ويحرر الأرض زي ما قلنا. اللي حصل في هذه الحرب وفي هذه الضربة إن كان مقدر لينا من السوفييت وللقادة العسكريين بتوعنا إن احنا هنفقد 50 إلى 60% من قواتنا، يعني الجيش المصري اللي معدي ده نصه هيغرق في القنال أو هيتحرق بالنابالم. الطيارات ال 220 طيارة اللي عدت المفروض نصهم ما يرجعش، وكنا موافقين وماضيين على كده وجاهزين لهذه التضحية. المهم إن احنا نغسل عارنا ونحرر أرضنا ونسترد اللي اتاخد مننا ونحسن صورة مصر ونوضح صورة مصر قدام العالم بالكامل. أول شهيد وأشهر شهيد فيك يا حرب أكتوبر الشهيد الطيار عاطف السادات، ولما أبلغوا الرئيس أنور السادات إن أخوك استشهد وأول وأشهر شهيد، قال لهم هو أجدع من مين ولا من مين ولا من مين؟ كلهم ولادي وكلهم فدا مصر. رجعت الطيارات ولم تكرر الضربة الجوية الأولى لأنها حققت 95% من أهدافها، ورجعت الطيارات بعون الله سليمة.